واش بصح اخنوش والحموشي كيديروا السحور للملك محمد السادس؟ واش بصح اللي ذبح الاضحيه ديال العيد هذا العام غادي يمشي للحبس؟ طفوله في المغرب مغصبه، هاشي تحرق بسبب شارجور، هاشي غرق في الواد، وهاشي غرق في واد الحار. لأن الملكية اللي كيعتبرها الشعب مصدر استقرار، والله الذي لا رب سواه إلا اليوم في خطر. هذه الهضره ماشي غير انا اللي قلتها، المخابرات الامريكيه صيفطت ضابط كبير جدا دار اجتماع باحد الاشخاص وقال له ردوا البال، هناك انقلاب في الطريق. خوتي المغاربه، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اشطري في المغرب. كنتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو وتابونوا في لاشين باش ان شاء الله نستمروا. المثير للجدل هشام جيراندو خرج مؤخرا كيقول انه شخصيات كبيره في المغرب بحال اخنوش والحموشي كيديروا السحور والشعوذه للملك ديالنا وبغاو يديروا الانقلاب على الملكيه. تخيلوا معايا خوتي المغاربه ان هذا الشيء اللي كيقول هذا خونا بصح، غير تخيلوا معايا ايماجين ان هذا الشيء اللي كيقول هذا خونا بصح. واش المغاربه غادي يسكتوا؟ واش فعلا المغاربه غادي يسكتوا؟ واش المغاربه اللي حاربوا فرنسا وما ادراك ما فرنسا في 53 ملي فرنسا اختطفت الملك الراحل محمد الخامس والعائله الملكيه، المغاربه اللي حاربوا فرنسا غادي يسكتوا؟ واش غادي يسكتوا على الانقلاب على الملك محمد السادس؟ واش المغاربه غادي يسكتوا؟ اش بان لك؟ واش المغاربه غادي يسكتوا؟ ها، المغاربه اللي ضحاو وحاربوا فرنسا وما ادراك بما فرنسا غادي يسكتوا على الانقلاب؟ وفي الاخر فرنسا استسلمت ورجعت الملك للبلاد والمغاربه فرحوا، وهذا الانتصار ما زلنا الى يومنا هذا كنحتفلوا به اللي هو عيد الثوره والشعب. لا قدر الله اخوتي المغاربه هادو داروا انقلاب على الملك، واش المغاربه غادي يسكتوا؟ واش المغاربه غادي يقبلوا الوضع؟ مستحيل، مستحيل، حيت المغاربه كيحبوا الملكيه. المغاربه كيحبوا الملكيه، حنا المغاربه الملكيه عندنا في الدم، حيت الملكيه من المصلحه ديالنا ومزيانه لينا، لان حنا الا ولينا جمهوريه غادي نوليو بحالنا بحال سوريا. وبلا ما تخافوا خوتي المغاربه، راه الملك ديالنا بخير وعلى خير وفي الامان، وهاد جيراندو راه كذاب، كذاب. من بعد ما قرر الملك محمد السادس بعدم اقامه شعيره ذبح الاضحيه في المغرب، بزاف ديال المغاربه كيتسائلوا واش ذبح الاضحيه ديال العيد هذا العام غادي تولي ممنوعه في المغرب. وانا خوتي المغاربه من بعد ما قلبت بحثت في هذا الموضوع لقيت ان الباحث في العلوم السياسيه اسامه الطيح كيقول، قال لك نعم سيدي، انه ما كاينش في القانون الجنائي المغربي اي نصوص تجرم مخالفي قرار الغاء ذبح الاضحيه او ذبح الاضاحي. يا ربي السلامه، فاجعه وقعت في بركان البارحه خوتي المغاربه في مدينه بركان. واحد الدريه كانت هي والاب ديالها راجعين من المدرسه، بسبب الشتاء والفيضان اللي كان في هذيك المنطقه قدر الله ان هاد الدريه طاحت في واد الحر. خوتي المغاربه في واد الحر. فالدريه للاسف بعد البحث الطويل لقاوها مسكينه في واحد الواد للاسف متوفيه، لقاوها مسكينه توفات. يعني خوتي المغاربه قدر الله ما شاء فعل، الدريه مسكينه الله يرحمها والله يصبر عائلتها. فللاسف الشديد ولينا كنشوفوا فاجعه مورا فاجعه في بلادنا، وكنتمنى من الله عز وجل انه يحفظ بلادنا خصوصا الطفوله ديالنا خوتي المغاربه. واحد المثل خوتي المغاربه كيقول، الا بغيتي تعرف مستقبل ديال اي امه شوف في العيون ديال الاطفال. يعني الا شفتي الامل والفرح في العيون ديال الاطفال عرف ان مستقبل ديال هذيك الامه غيكون مزيان، واحد المستقبل نزيه. ولكن الا شفتي الحزن والخوف في العيون ديال الطفوله ديال هذيك البلاد عرف ان هذيك الامه مستقبلها خايب. الطفوله ديالنا مغصبه، هاشي في الحبس. مؤخرا اخوتي المغاربه الدريه عندها 13 عام، 13 عام ملاك، 13 عام وهي معتقله. اطفال في الحوز عايشين في الخيام في الثلج وفي البرد، عايشين في الخيام كينعسوا في الخيام مساكن. يعني للاسف، للاسف الشديد. ويسرى حتى هي الطفله ديال بركان. من المسؤول عن هذه الفاجعه؟ من المسؤول؟ الدوله هي المسؤوله. الدوله نعم هادشي راه قدر ديال الله، ولكن المسؤول هما الدوله. الدريه
توفات بسبب البنيه التحتيه اللي ما كايناش البنيه التحتيه في المغرب. هاد الدريه مشات حيت ما كايناش البنيه التحتيه في المغرب للاسف الشديد. هذا ما كان اخوتي المغاربه، السلام عليكم.